يو السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في موضوع جديد او شرح جديد او سؤال جديد. يعني هاد الكيستيون تكررت عندي بزاف، مئات الرسائل على هذا الاساس هذا. واش كاينه منها منحه المراه الماكثه في البيت؟ واش هو الملف تاعها؟ وين ندفع وكيفاش وعلاش منا؟ شوفوا الاخوان، كاينه مغالطه صرات في منحه المراه الماكثه في البيت. هي ما كانش حاجه اسمها منحه المراه الماكثه في البيت، كاينه منح يعني تقريبا كيفها، ولكن ما كانش منحة مرأة ماكثة في البيت. ما كانش، هذه جامي سمعت بها وجامي هضروا عليها. يعني سي جوست كاين منح جزافية بما يقارب تقريبا شو الناس فهمتها بهذا الاساس تاع منحه المراه الماكثه في البيت. ما كانش هذه المنحه كاع، حاسبين الناس شغل دوك فهمكم هذه الحاجه، حاسبين باللي اي مراه قاعده في الدار تخلص هذه المنحه هذه. ما كانش اصلا هذه المنحه. شكون اللي قال لكم عليها؟ يعني روماركيت بلي بزاف ناس قاعدين يغلطوا فيكم الملف وكيفاش وين تدفعوا من. ما كانش هذه المنحه. كاينه منح جزافيه، مثلا منحه المطلقات اللي عندها اولاد، منحه الامراض المزمنه. هذو بما يقارب منحه المراه الماكثه في البيت. يعني وحده قاعده في الدار مطلقه وعندها اولاد يديروا لها هذه المنحه هذه. وحده قاعده في الدار عندها مرض مزمن يديروا لها منحه. هذو هما بما يقارب انه منحه المراه الماكثه في البيت. ولكن ما كانش هذه المنحه اللي راهي في راسكم انتم وفي تخمامكم انه اي وحده قاعده في الدار تدير منحه المراه الماكثه في البيت، ولا وحده كانت تخلص منحه البطاله وقصاوها منها لسبب ما تروح تدير منحه المراه الماكثه في البيت. ما كانش اصلا هذه المنحه، ما كانش، لا اساس لها من الصحه. ما كانش حاجه اسمها منحه المراه الماكثه في البيت. ارتقوا شويه يا جماعه وخموا شويه بعقلكم. وكي نقول لكم باللي ما كانش هذه المنحه، كيما مؤخرا جات لي وحده قالت لي لا كاينه وحده وراهي دايرتها ونعرفها من ممكن راهي دايره منحه المطلقات، ممكن راهي دايره منحه الامراض المزمنه، ولكن ما كانش حاجه اسمها منحه المراه الماكثه في البيت. اخر مره نجاوب على هذه الكاستيون هذه، واخر مره ندير فيديو يعني نوضح فيه هذا الشيء هذا، يعني يكونكم فاهمين. ما كانش حاجه ما كانش كاع. ما كانش اللي يجي يقول لكم ولا تسمعوا بنادم هكا يكذب عليكم يقول لكم راه كاينه هذه المنحه. ما كانش باش ما كانش. من تالمو اللي فريمون السؤال هذا تكرر بزاف، منحه المراه الماكثه ما كانش الاخوان. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. واي سؤال اي استفسار يعني مرحبا بكم كاملين، نجاوب كاع الناس سواء في البريفي سواء في لي كومونتير. لي كومونتير مرات كيكونوا بزاف يعني ما نجمش نريبوندي على اكبر عدد ممكن، ولكن خلونا لي ميساج تاعكم في اي وقت نريبوندي عليكم. والسلام عليكم.